يا صباح الخير. النهاردة هنعمل فتة عدس طريقة كويسة جدا ولذيذة، وهنعمل شوية بتنجان بتكات جميلة جدا. بس لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. معانا ربع كيلو عدس، ومعانا 3 طماطمات صغيرين جدا، وبصلاية، و5 فصوص توم، ودول جزرتين بالظبط. مسكتهم قطعتهم. وبعد كده معانا 3 معالق شعرية، والبتنجان بتاعنا العروس طبعا منضفينه كويس جدا، وقرنين فلفل هنقليهم في الآخر. ومعانا طبعا تتبيلة البتنجان جميلة جدا، فلفل أحمر وفلفل أخضر وتوم وملح. وبعد كده هنعملهم طبعا في الكب. دول 4 معالق بالظبط كده توم، عاملاهم في الهون بشوية ملح. نيجي بقى دلوقتي في المية اللي بتغلي بتاعة العدس. أول ما ابتدت تغلي في البداية نزلت ربع كيلو العدس بتاعي، ونزلنا الطماطم والجزر والثوم والبصل كده خلاص. وهنحط مكعب الماجي طبعا، دوت بيدي طبعا تتبيلة كويسة جدا في العدس. نيجي بقى للصلصة بتاعتنا اللي احنا هنعملها، طريقة كويسة وهتعجبك جدا، وهدينا بنغير طبعا في الأكل. ياريت تجربيها، هتعجبك خالص وهتعجب الولاد. نزلنا معلقتين توم في مكعب زبدة وحمرناهم، وأول ما اصفرت كده نزلنا زي ايه حاجة بسيطة كده من الخل. وبعد كده نزلنا بشفشق طماطم، بس تكون الطماطم تكون تقيلة شوية. نزلنا على صلصة الفتة ربع معلقة فلفل اسود وكمون وملح. نيجي الناحية التانية على العدس، حطينا عليه كمون وملح بس. وهنسيب العدس طبعا يغلي شوية على النار، بياخد الوقت كله على بعضه بتاع نص ساعة. واول ما نحس ان العدس بتاعنا اتهرى كده خالص، يبقى كده خلاص العدس بتاعنا جاهز. انا موطيه عليه زي ما انت شايفه كده، خلاص هو كان خلاص قرب يستوي خالص. نزلنا بالبتنجان بتاعنا، ودي طبعا التتبيله اللي احنا عاملينها. ودول الليمون اللي احنا هنحطه على تتبيله البتنجان. خلاص كده طبعا البتنجان قرب خلاص يستوي معايا. ويا ريت بجد تجربي الفته ديت، هتعجبك خالص وهتعجب الولاد، وطبعا موفره خالص. نزلنا بقيه البتنجان، وبعد كده هنبتدي طبعا ننزل قرنين الفلفل اخر حاجه. بصوا انا بوريكم العدس كده خلاص استوى اهو، اتهرى خالص زي ما انت شايفه. مسكته طبعا نزلته في الخلاط وخلطته كويس جدا. بصوا ما شاء الله عليه، شكله تحفه ويفتح النفس خالص. نزلنا معلقتين توم في مكعب زبده، وبعد كده نزلنا 3 معالق شعريه. احنا مش هنحمر التومه، احنا هننزل الاتنين مع بعض وهنسيبهم يتحمروا زي ما انت شايفه كده بالظبط. وهننزل طبعا بطشة الشعرية والثوم على العدس. بصوا بجد طريقة حلوة جدا، أحسن طبعا من فتة اللحمة الغالية اللي احنا فيها. ودينا طبعا بنغير في الأكل بتاعنا، وطريقة بجد هتعجبك، وقعدت معايا يومين وما شاء الله بسطت الولاد جدا. تتبيلة البتنجان احنا حطينا على الثوم والفلفل الأحمر والفلفل الأخضر، حطيت عليهم معلقتين بقدونس، وحطينا خل وملح وكمون بس كده. وبعد كده حشيت البتنجان بتاعي، وحشينا طبعا طماطم. الطماطم طبعا في التتبيله دي بتبقى طريقه حلوه جدا، بجد جربيها هتعجبك خالص. وما شاء الله انا جبت نص كيلو بتنجان جنب العدس اهو. وجينا بقى طبعا العيش بتاعنا، انا قطعت عيش عادي طري، مش حمصته في الفرن ولا اي حاجه. انا قطعت العيش عادي كده اي تقطيع كده صغير، وحطيت معاهم قالب زبده. واول ما شوحتهم كده على النار ما شاء الله اتحمصوا بقى لونهم تحفه زي ما انت شايفه كده. وطبعا نزلت بالعدس بتاعي، شكله طبعا رهيب وبيتكلم لوحده زي ما انت شايفه. نزلنا طبعا كده بالكبشه العدس طبعا لتحت علشان العيش كله يشرب معاه. ونزلنا بالصلصه بتاعتنا الجميله اللذيذه، بجد جربيها هتعجبك خالص. ودينا بنغير في الاكل بتاعنا، ويا رب اكون خفيفه على قلوبكم. ما تنسوش تعملوا لي اشتراك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.